اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده. معاكم بافل البير مستشار عقاري. وقبل ما ابدا حلقه النهارده لازم ابلغكم الاول عن معرض ريد اكسبو في فندق الدوسيت. هيكون طبعا يوم 23 و24 السبت والحد القادمين، يعني بعد بكره ان شاء الله. وفي طبعا المعرض التاني هيبقى يوم 7 و8 في الشيخ زايد في كراون بلازا. طبعا هستناكم ان انتوا تيجوا تنوروني في المعرض، سواء في التجمع الخامس فندق دوسيت او في كراون بلازا في الشيخ زايد. هكون معاكم طبعا يومين المعرض بالكامل. اي حد محتاج دعوه للمعرض يا ريت يخش يكلمني. هبعت لك الدعوه بتاعتك، ولو معاك اي افراد تانية تبلغني برضه عشان ابعت لك عدد الدعوات. طيب، في معرض كمان دبي العقاري في مصر في فندق الدوسيت، هيبقى من يوم الجمعه ان شاء الله لحد يوم الاثنين. لو عايز تستثمر في اكبر مشاريع في دبي مع شركه بنغاطي، طبعا شركه مميزه جدا، سابقه اعمال مرعبه في دبي، ونازله بمشاريع باسعار مميزه جدا جدا. اسعار بتبدا من 650 الف درهم، مقدمات مميزه، واقساط طريقه اقساط مرنه ان انت تقدر النهارده تستثمر في دبي. طبعا دول بما يعادل في المصري سواء حوالي 7 8 مليون جنيه، يعني مبلغ بيشتري بيه استوديو في التجمع الخامس. واسعار مش مبالغ فيها، وكمان دي موجوده في مصر اوريدي في كل المناطق سواء سكني او استثمار. برضو عايز ابلغكم جدا جدا، وطبعا هو نازل في مناطق طبعا الجي في سي ومنطقه الداون تاون، ودي مناطق مشهوره جدا في دبي، مناطق عالميه. خلينا نبدا حلقه النهارده عشان انا مش بعمل اعلان للشركه، بس حبيت ابلغكم عشان اللي قدامه فرصه وحابب يستثمر فيها يا ريت يبدا في الفرصه دي وما يضيعهاش من ايده. طبعا حلقه النهارده انا هتكلم على الاستثمار الفندقي، ودي اهم استثمار يعتبر في مصر، لان الاستثمار ده قائم على السياحه. وطبعا غير السياحه، كل رجال الاعمال اللي بيجوا من بلد للتانية بيقدروا ان هم يرنتوا في وحدات فندقيه. طبعا الوحدات الفندقيه النهارده قائمه على الطلب الداخلي وقائمه على الطلب الخارجي، قائمه على الناس اللي موجوده في مصر طبعا اللي بتتحرك من البلد التانية، وقائمه على الناس اللي بتجيلنا من بره للسياحه والمهرجانات والايفنتات والحاجات دي كلها. كمان عندنا في الجامعة الأمريكية، المنطقة دي منطقة طبعا كل الناس اللي بتيجي من بره بتعمل كورسات وبتعمل دراسة، فبالتالي المنطقة دي هتسيرف عليها بالكامل. منطقة قوية جدا في الاستثمار الفندقي. مشروع هنبدأ النهاردة بأول مشروع موجود في المنطقة دي، شركة مناج بتقدم بلانكس، مشروع فندقي بالكامل. طبعا مساحته 9 فدان قدام جيت 4 الجامعه الامريكيه، في ظهر كومباوند زيزينيا بالظبط، ده لوكيشن قطعه الارض. بيبدا معانا المقدمات من اول 550 الف جنيه وقسط شهري 58 الف جنيه. طب ده بالنسبه لايه؟ ده بالنسبه للاستوديو ال 55 متر. تمام. طيب المشروع ده بالكامل فندقي على مساحه 9 فدان. طبعا 9 فدان مش مساحه كبيره، ولكن ده مساحه مستقله فندقي. احنا لو جينا حسبنا حتى عدد الغرف او اليونت اللي هتبقى في فندق الدوسيت هنلاقيهم 450 يونت. المشروع ده بيقدم لك حوالي 430 يونت، يعني قريب من النسبة اللي موجودة من عدد الغرف ده كده. طبعا قريب من عدد الغرف اللي موجود في فندق الدوسيت. طبعا لو مهتم بالاستثمار الفندقي، انا عايز اقول لك ان ده انجح استثمار موجود في مصر، لانه زي ما قلت لك في الاول قايم على السياحة وقايم على الناس اللي ما بتتنقل ما بين البلاد وبتحتاج يوم ويومين وثلاث ايام، بالنسبه لرجال الاعمال، بالنسبه للناس اللي بتعمل بيزنس. فده هيبقى مميز جدا. وطبعا رقم واحد، الطلاب او الناس اللي جايه تدرس من بره في مصر، فده الحاجه الوحيده اللي هتبقى طبعا شغاله اول ما تستلمها، ومميزه جدا في الاستثمار بتاعها لانها بتعمل لك ارباح كويسه سواء بالدولار او بما يعادل للدولار بس بالجنيه المصري. في شركات سياحه بتاخد اليونت، في الفندق بيقدر يشغل لك اليونت، في اكتر من اوبشن تقدر تشغل من خلاله اليونت، لان اللوكيشن ده جبار وبيشتغل من غير اي مجهود. برضو حبيت تعمل عمليه الريسيل هتبقى سهله بالنسبه لك جدا بعد الاستلام، او لو حبيت تعمل ريسيل في اي وقت طبعا، بس مش قبل سنتين 3 سنين لحد ما تستلم اليونت بتاعتك، عشان تاخد اوفر برايس مميز. لان المنطقه دي طبعا لازم مادام هتبدا فيها كاستثمار لازم تستنى حتى لحد الاستلام وتكون مسيف نفسك في البادجت عشان تقدر تاخد اوفر برايس كويس ويبقى استثمارك ناجح. ده كده بالنسبة للمشروع. في مشاريع طبعا في منطقة تانية، طبعا في مشاريع سور في سور مع الجامعة الأمريكية، في مشاريع تانية على التسعين الجنوبي، في مشاريع تانية على التسعين الشمالي، في مشاريع تانية جنب شيراتون. وطبعا شيراتون
مميزة جدا بالمطار، وطبعا كل الناس اللي بتنزل بالمطار بتحجز الفنادق القريبة من المطار. يعني المنطقة برضو شغالة بالفعل من غير أي مجهود. حبيت تستثمر في شيراتون، حبيت تستثمر في التجمع الخامس، في أكتر من فرصة النهاردة، في أكتر من 5 6 مشاريع موجودة في التجمع وشيراتون. وفي طبعا مشاريع موجودة برضو على النيل، ودي حاجات برضو مميزة جدا، ويمكن في حاجات استلام كمان 6 شهور وسنة. وبرضو اسعارها مش مبالغ فيها، واسعارها كويسه لحد ما، لان انت بتبدا استثمارك النهارده وبتقدر تاجر من بعد سنه، فبرضو استثمارك سريع، فبالتالي لازم يبقى السعر حتى زياده شويه عن الاسعار التانية. طيب لو حابب اي استفسار، فكر حتى تبدا ازاي في الاستثمار الفندقي، هسيب لك رقمي في البايو تقدر تكلمني اي وقت، وهسيب لك رقمي برضو اسفل الفيديو عشان تقدر تكلمني اي وقت. ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. انا بافل البير مستشار عقاري، واستناني في فيديو جديد. وما تنساش لو عندك اي اسئله يا ريت تخش تكلمني، انا موجود معاك 24 ساعه. وبرضو الناس اللي مهتمه بالمعرض العقاري عشان تنزل تشوف اكتر من اوبشن وتاخد القرار النهائي، احنا طبعا المعرض ده اخر السنه اهو، احنا خلاص بنقفل السنه بتاعتنا، فبالتالي قبل الزياده السنويه اللي جايه، قبل التضخم، قبل زياده الاسعار، عايز تلحق فرصة مميزة، المعرض العقاري ده بيقدمها لك أكتر من 40 مطور. وكمان في قلنا المعرض العقاري بدبي موجود برضو في التجمع الخامس. عايز تلحق فرصة مميزة كلمني أي وقت، أنا بافل البير مستشار عقاري. ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس وتعمل شير للفيديو عشان يوصل لغيرك ويستفاد من الفيديو. شكرا، واستنوني في أوفر جديد. سلام.